السلام عليكم. في هذا الفيديو سنعرض عليكم التوقيت والقنوات الناقلة لمباراة الجزائر وأوغندا في تصفية كأس إفريقيا 2023. كما سنطلعكم على مستقبل رياض محرز مع مانشستر سيتي. قبل البداية، إذا كنت من محبي المنتخب الوطني فاضغط على لايك للفيديو واشترك بقناتنا ليصلك كل جديد. إذا سيلتقي المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم بقيادة الكوتش بالماضية أمسية الأحد المقبل الموافق 18 من جوان بمنتخب أوغندا في مباراة رسمية ضمن تصفية كأس إفريقيا 2024. وستلعب المباراة بداية من الساعة 4 مساء بتوقيت الجزائر، وستكون منقولة على قناة بي سبور HD 4 بتعليق حفيظ دراجي. أما فيما يخص مستقبل رياض محرز مع نادي مانشستر سيتي، فقد كشفت تقارير صحفية بريطانية اليوم الخميس بأن لاعب الخضر رياض محرز رفقة زميليها المدافعين إمريك لابورت وكايل وولكر مرشحون لمغادرة سيتيزنز في الميركاتو الصيفي الحالي. وأوضح المصدر ذاته أن الثلاثي غير راضي عن وضعيته، وتم ترشيحهم لمغادرة السيتي كونهم لم يكونوا ضمن مخططات المدرب الإسباني بيب غوارديولا كثيرا هذا الموسم. كما أضاف ذات المصدر أن الجناح الأيمن للنادي الأزرق السماوي رياض محرز يلقى اهتمام نادي باريس سان جيرمان الفرنسية، بالإضافة لعرض الأهلي السعودي.